كنا نزلنا قبل كده حلقة عن كيت وينسلت هنا في القناة، واتكلمنا عن شكل الناس اللي بتتنمر على شكلها وتقول لها انت كبرتي، وقلنا ان ده تصرف غريب جدا ومحدش فاهمه. يعني ايه واحد يعني يدخل على بيج مثلا بتاعت فنانة ويقول لها انت شكلك بقى فيه تجاعيد وكده. وشفنا قد ايه ردت كيت وينسلت بشجاعة، بطلة فيلم تايتانيك، ردت بشجاعة قوية جدا ونزلت لهم صورة من غير فلتر من غير ميك اب، وقالت لهم ده شكلي، وعارفة والله ان انا كبرت وعارفة ان في تجاعيد وكده. ايه بقى عايزين ايه يعني؟ اللي هو نعم انت خير في حاجة؟ فده موضوع مستفز جدا. يعني ليه فانز يروح او اي حد عموما يقعد يقول لحد انت كبرت وكده؟ يعني هل انت مش هتكبر؟ انت فرحان قوي بسنك دلوقتي يعني، ففاكر ان انت مش هتكبر خالص ومش هيبان عليك تجاعيد؟ ولو كبرت وبان عليك تجاعيد ايه المشكله؟ ما دي حاجه كويسه برضه، يعني هتدي لك شكل وهتدي لك جمال من شكل مختلف، يعني بطريقه مختلفه. مش لازم الجمال يبقى يعني شكل معين كده في دماغك، اللي هو الوش اللي بالشكل الفلاني عادي جدا. الجمال ممكن ياخد اكتر من شكل. يعني التجاعيد دي ممكن تدي لمحه جميله، وانا شايف والله ان شكلها ما اتغيرش يعني للدرجه اللي هي تخلي حد يقعد يتكلم. فريهام عبد الغفور كتبت حتى في الصفحه بتاعتها ممكن تتناقشوا في موضوع ان كبرت وعجزت وشكلي بقى عنده 70 سنه في حته غير صفحتي، عشان مشاعر اولادي بتتاذي لما يشوفوا ان امهم بيتم التنمر بيها او التنمر عليها عشان حاجه مش في ايدها. بصراحه نفسيه الناس اللي ممكن تدخل تقول لحد كده انا نفسي مش فاهمها، ونفسي الاطباء النفسيين يعني يشرحوا لنا ايه نفسيه ان شخص يبقى عايز يأذي حد ما يعرفوش اساسا، لان اكيد دول حد ما يعرفوش اساسا، يعني دول فانز اساسا، يعني ما يعرفوش ريهام عبد الغفور فعلا. فايه هي نفسيه الشخص ده اللي يدخل يبقى عايز يضايق حد، ويا ريت يضايقه في تصرف مثلا هو بيعمله؟ يعني انت ممكن تدخل تقول لها انت مثلا لو هي بتشرب مثلا سجاير في العلن، فيقول لها لا دي انت كده قدوه سيئه للناس، او ان انت بتروجي كده للسجاير بما انك شخصيه معروفه. اي فعل يعني كده ممكن تتلام عليه، لكن حد يتلام على شكله ويتقال له انت كبرت او عجزت؟ طب يعمل لك ايه؟ طب حضرتك يعني لو كلامك ده صح مثلا، مع ان الست دي ما عجزتش ولا كبرت ولا 70 سنه ولا حاجه، تعمل لك ايه؟ طيب مش فاهم. يعني قول لي هي مقصره في ايه وهي هتاخد بالها المره الجايه. وصراحه نفسيه غريبه جدا، مش فاهم انا الناس دي، مش فاهمها بصراحه. بس انا حبيت اناقش الموضوع ده لان مره اتناقشناها من خلال كيت وينسلت وكان ردها جميل جدا، يعني عجبني برضه. يعني فكرتي انا كده، ويعني والله انا كده خلاص يعني خير بقى، انت عايز ايه؟ مفيش. وراح منزل لهم صوره من غير فلتر من غير ميك اب من غير اي حاجه. وبالمناسبه كانت جميله جدا برضه، انا مش شايف ان هو اللي هم